كبسوا كبسوا يا شباب، يلا بينا نكبس يا شباب. هعمل معاك تحدي النهارده، واللي يخسر اشيله زيت واشيله دقيق. ده تقول كبسوا كبسوا، وقاعد تقول تحديات وكذا 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 وكذا. انت هتفيد نفسك بايه؟ انت ليه بتاخدها من الطريق السهل؟ ليه ما تشقى زي الناس وتاخدها من الطريق الصعب؟ ليه ما بتحطش هدف قدامك؟ ليه بتحب تجيب من الطريق السهل؟ بس انت لما تيجي تقول كبسوا كبسوا، الناس يا حبيبي تاخدك الا. بص، مش هياخدوك على كرامتك. انت كده الناس اصلا بتتريق على كرامتك انت، بتكبس على كرامتك انت. وانت ليه تخلي الناس الكبيرة او الناس اللي اكبر منك والناس اللي جيلهم اقدم منك يقولوا علينا ان احنا جيل فاسد بسبب عيل متخلف زيك؟ يقولوا علينا ليه جيل ضايع وجيل فاشل وجيل بيتدلع بسبب عيل فاسد زيك. اصل انا اكتشفت ان الممثلين اللي احنا واخدينهم قدوة بيفضحوا لايفات قد كده عشان ياخدوا فلوس. طب والفلوس اخرتها ايه؟ يعني انا الشخص الفاشل اللي انا كنت بكلمه من شويه اللي بدأ الفيديو ده يقول لي فلوس، يقول لي بسهر سهره حلوه، بقعد مع ناس حلوه وبقعد مع ناس غنيه. طب انت يا عبيط يا مغفل، ما فكرتش ان الناس اللي انت ممكن تقعد معاها دي واحد فيهم بيتاجر في المخدرات، واحد فيهم بيتاجر في السلاح، واحد ماشي في سكة شمال. اي ست انت بتقعد معاها واخداك عن طريق الشمال والطريق الحرام، اعرف ان انت غلطان، اعرف ان انت مش في المكان الصح. طب ليه انت لما تيجي تقعد في الهلس كتير وتعمل ده وتعمل ده وتعمل ده، هتستفاد ايه؟ هل هتستفاد حاجة؟ لا والله، وربنا ابدا. انت خدتها من الطريق السهل. ما نزلتش شقيت في الشارع، ما نزلتش وقفت في الشمس، ما نزلتش اشتغلت في مطعم واتبهدلت، ما اشتغلتش في اي حاجة وحطيت تحت ضغط، ما صرفتش على اهل بيتك، ما تحددش ظروفك. مشيت منه كل ده وهربت منه كله ومفكر نفسك راجل. يعني انا دلوقتي لما اجي احط دي على وشي واحط زيت على وشي واحط شامبو على وشي واجي اعمل ده واعمل ده واعمل ده واعمل ده واعمل مصايب، الناس اتريقت على كرامتي. واحد يقول لك ايه؟ واحد بيتريق على اغنية الرسول عشان فاتح لايف، واحد بيعمل حاجات متخلفة عشان فاتح لايف، واحد عامل لي فيها مغفل وسارق معلومات من هنا ومن هنا ومن هنا، ويطلع الناس يقول لهم مين مكتشف الجاذبية. انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه انت؟ لما تيجي تفتح لايف اجعل فيه نصيحة ذهبية تعرف تقدمها للناس. لكن احنا بقى نطلع نبص على الهلس، ست مبينة ده وده مبين ده، وشاب بقى عامل لي شعره كده وعامل لي شعره كده ومش بيشقى وفاتح لايفات ليل للنهار. انت ابوك صرف عليك وابوك دلعك، بس احنا ابونا ما دلعناش. انا بتكلمش عليا انا لوحدي، انا بتكلم على كل شاب راجل شقيان بينزل الساعة 7 الصبح بيرجع الساعة 12 بالليل عشان 150 او 200 جنيه. تعرف انت تعمل اللي احنا بنعمله اللي بتفتح لايفات؟ انت بتعر مجتمعك، بتعر الجيل اللي منك، اللي الجيل اصلا اللي ممكن يعمل منك 10 و12 و14 واحد. ليه الناس تقول عليك انت بسبب ان انت عيل مغفل؟ الناس تقول علينا ده احنا جيل فاشل وجيل متدلع، مع انك انت اللي مبوظنا، انت اللي مسوق سمعتنا. بس انت مش واخد بالك بقى من كل الحاجات دي، انت واخد وعايز تعمل اللي في دماغك، بس ده عند نفسك. احنا لا، احنا عارفين احنا بنعمل ايه وعارفين احنا واصلين فين. عشان كده عايز اوصلك على حاجة، امشي في طريق ربنا وبطل تيك توك وبطل تعمل ده وده 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 عشان ربنا شايفه. اصل انا دلوقتي ولقيت واحد فاتح لايف وبيتكلم مع ده ومع ده ومع ده، بقول له انا كنت واخدك قدوة، عمل لي بلوك، اعمل لي بلوك بس عادي. ويقول لي الواد ربنا اللي هيحاسبني. ده ربنا هيفشخك مش هيحاسبك. ليه؟ لان اصلا ربنا شايفك انت ناس بتحبك وانت ممثلهم في القدوة وراح تفتح على لايفات. يلا يا شحات يا جبان، اللي بيفتح لايفات ده شحات. انزل كده واشتغل واصرف على نفسك وشوف اهل بيتك محتاجين ايه.